الأهلي حصل على توقيع رأس الحربة. حصل على توقيع رأس الحربة. اتفضل يا غالي. بلغني أن النادي الأهلي حصل على توقيع رأس حربة بيلعب في أوروبا. في كلام ان هو بيلعب في سويسرا. فاكرين امبارح لما قلت لكم ان النادي الاهلي بيتواصل مع مهاجم بيلعب في الدوري السويسري؟ فاكرين امبارح لما قلت لكم ان النادي الاهلي بيتواصل مع رأس حربة بيلعب في الدوري السويسري؟ اتقال لي امبارح بالليل والنهارده الصبح صحيت لقيت الرسالة على الواتساب: النادي الاهلي حصل على توقيع رأس حربة. النادي الأهلي حصل على توقيع رأس حربة وهيكون لاعبا في النادي الأهلي في يناير. النادي الأهلي حصل على توقيع رأس حربة خطير وكبير جدا وبيلعب في أحد الدوريات الأوروبية وهيكون موجود في النادي الأهلي في يناير القادم. ولكن اسم المهاجم لسه يا جماعة، عشان أنا ما كنش كذاب مش عارف. ويقال انه بيلعب في الدوري السويسري وما هوش جوناثان اوكيتا ولا هو الراجل التاني اللي كنا بنقول اسمه كيفن كارلوس تقريبا، صح ولا ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. فانا الخبر ده جالي من النادي الاهلي. سالتش ياسر مدوي، والله الكلام انه مش سالتش، هو حد غير سالتش. مع اني كان جاي لي اخبار من النادي الاهلي بان يومين ثلاثه من يومين ثلاثه ان يوسف ساليتش قريب جدا جدا من النادي الاهلي، قريب جدا جدا من النادي الاهلي. ولكن الاخبار دلوقتي ان في مهاجم وقع رسميا للنادي الاهلي. الكلام اللي وصلني دلوقتي ان عملت له اخفاء من القناه يا غالي. دلوقتي هيتخفي ويروح في مصيبه بعيد عننا، الراجل المش محترم، الراجل قليل الادب ده. ففي كلام جنة من داخل النادي الاهلي ان النادي الاهلي حصل على توقيع مهاجم سوبر، والاعلان عنه هيكون مسألة وقت زي الاعلان عن وليد سليمان. طيب ممكن يا عم حمد الاعلان عنه يكون خلال يومين ثلاثة؟ وارد جدا، وارد جدا الاهلي يعلن عن المهاجم. اه والله. ف احنا منتظرين الاعلان، انما الراجل وقع للنادي الاهلي. الراجل وقع للنادي الاهلي. وارد جدا يكون ساليتش، ولكن الاخبار اللي جات لي ان هو مش ساليتش، ولكن اتقال لي بالنص كده في مهاجم سوبر النادي الاهلي حصل على توقيعه. النادي الاهلي حصل على توقيعه، والنادي الاهلي داخل في صفقه محمد علي بن رمضان وداخل في صفقه اسامه الادريسي، زي اللاعب المغربي اللي معروض على النادي الاهلي اللي اسمه محمد العروش، كان بيلعب في اولمبيك ليون الفرنسي. محمد العروش كان بيلعب في اولمبيك ليون الفرنسي ولعب في نادي بوتوفاجو البرازيلي. ده برضو كلام كتير جدا عليه في النادي الاهلي. ده كلام كتير جدا عليه في النادي الاهلي. فالاهلي بيفاوض مش مهاجم، بيفاوض يجي خمسه، وبيفاوض ثلاث اربع اجنحه، وبيتكلم مع محمد علي بن رمضان، وبيتكلم مع مصطفى العش. اه لا، الاهلي هيجيب صفقات. الاهلي حصل على توقيع المهاجم خلاص. الاهلي حصل على توقيع المهاجم خلاص. اما الراحلون فهيبقى بيرسي